السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض النهاردة مخلل الخيار ومخلل اللفت، وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. أهم حاجة ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. نبدأ ونقول بسم الله كده. زي ما انتم شايفين بقى هنا اليوم دوت انا رحت السوق وجبت بقى شوية خضار وانا في السوق، وبعدين لقيت اللفت حلو قوي قوي قوي. طبعا الخضار اللي انا جايباه ده انا في واحدة كل اسبوع كده بنزل اجيب منها بقى ايه، جبنة قريش وبيض وكلام من دوت. بتيجي من الفلاحين، فلقيت عندها بقى اللفت الفلاحي دوت جايباه من عندها. بصوا اللفتة هتلاقوها حمرا كده، غير اللفت بتاع بره اللي بيبقى ابيض. بس هي ما كانتش بتبيعه بالكيلو، هي كانت بتبيعه بالحزمة. تمام كده، يعني تقريبا ال3 حزم كنت جايباهم ب10 جنيه. تمام كده حبايبي. طيب اليوم دوت بقى نزلت جبت بدنجان وجبت طماطم وخضرة محشي عشان اعمل المحشي. طبعا المحشي انا صورته لكم ونزلت لكم الفيديو بتاع المحشي. تمام كده. ولقيت البنجر بقى حلو برضو عندها، وجبت البنجر. بصوا البنجر حلو قوي قوي قوي. طبعا بحطه على السلطة بيبقى تحفة تحفة، زائد القيمة الغذائية العالية بتاعته. وطبعا الملوخية، يعني كل ما بنزل بقى لازم اجيب ملوخية عشان ايه، هي مالية السوق اليومين دولي، فبجيبها وافرزنها واشيلها في الفريزر. تمام كده حبايبي. طيب هنا البنجر اهو زي ما انتم شايفين، وادي البدنجان الكوبي، وادي الخضرة اهي صبحة وبصوا طازة وزي الفل. وطماطم بقى واللفت طبعا انا كنت جايباه بالعروش بتاعته، بس انا قصيتها وعطيتها لها، يعني اخدت الروز بس كده بالعيدان بتاعتهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طيب اول حاجة هنعملها، هنبتدي ان احنا نشيل بقى ايه العيدان ديت. انا مش بخللها، عايزه اقول لكم العيدان دي لما بتتحط مع المخلل بتاع اللفت مش بتدي نتيجة حلوة ابدا لللفت، وممكن يبوظ منك. فزي ما انتم شايفين انا بحب اعمله واشيل العيدان دي. وباشيل بقى الراس اللي فوق دي، وطبعا هغسله غسلة كويسة جدا جدا. زي ما انتم شايفين بقى هنضف الكمية دي كلها، وبعدين هنقعه في شوية مية عشان لو في طينة ولا أي حاجة يبتدي ينزل الطينة تبوش من عليه، ويبتدي ينزل الطينة، واغسله غسلة كويسة جدا جدا. طبعا اللفت اللي انا جايباه ده زي ما انتم شايفين لونه احمر. بصوا لونه عامل ازاي. ممكن ان انا اعمله وما احطش عليه بنجر، يعني هو هيبقى لونه بامبي لما يتخلل من اللون بتاعه. بس طبعا انا هحط عليه بنجر. طبعا هنا كان هو نقعته وشلت الطينه من عليه وغسلته غسله كويسه جدا جدا. وبعدين هبتدي بقى ايه ان انا انضفه. طيب هنضفه ازاي؟ طبعا انتوا عارفين من عند الحته اللي فوق البوزه بتاعه البنجرايه بتاعه اللفتايه، بلاقي فيها كده زي شعر. تمام كده، الشعر ده لازم تشيليه كله عشان ما يبوظش المخلل معاكي. تمام كده، تحاولي ان انت تقشريه وتشيليه، ما تخليش فيه ولا شعرايه من فوق. تمام كده حبايبي. واي حاجه فيه زيادة بنبتدي ان احنا نقطعها ونشيلها. تمام كده. هبتدي بقى ان انا انضفه كله وخليه بقى ايه زي الفل كده، يا دوبك يبقى على التقطيع. طبعا هنا انا كنت محضرة البرطمانات ومعقمها. طيب هنبتدي بقى ايه ناخد اللفت بتاعنا ونقطعه بالتقطيعة اللي احنا نحبها، يعني إيه حسب ايه التقطيعة بتاعتك. عايزة التقطيعة مثلا كبيرة، عايزة التقطيعة صغيرة، عايزة تعمليها بالسكينة تقطعيها بالقطاعة اللي هي المشرشرة دي، يعني زي ما تحبي، ودي حاجة ترجع لك. تمام كده حبايبي. هقطع بقى كل الكمية وارجع لكم بقى تاني ونشوف هنعمل ايه في المخلل اللفت بتاعنا ده. طبعا انتوا عارفين ان اللفت اليومين دول مال السوق وسعره رخيص، مش غالي. وطبعا لما تيجي تشتري اللفت لازم تجيبيه اللفتاية، ما تجيبش اللي هي الخفيفة، تجيبي التقيلة. تمام كده عشان ما تبقاش مخوخة من جوه. تمام كده، وتجيبي اللفتاية اللي تكون لونها احمر، ما يكونش فيها الابيض اكتر من الاحمر. اهم حاجة ان انت تجيبي اللفتاية تكون تقيلة. لو جبتي الخفيفة هتلاقيها كلها مخوخة من جوه ومش حلوة ابدا ابدا. طبعا البنجر قشرته اهو زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اقطعه نفس تقطيعة اللفت. وهاخد يعني كام وحدايه كده من البنجر، وهبتدي ان انا ابشره واحطه على الميه اللي احنا المحلول اللي هو هنخلل فيه اللفت. تمام كده. والباقي هبتدي انزل بيه على اللفت. طيب في خطوه مهمه قوي قوي انا دايما بعملها، اللي هي ايه بقى، بجيب اللفت وبرش عليه شويه من الملح كده محترمين، وابتدي اقلب الملح مع اللفت زي ما انتم شايفين.
وهاحطه بقى في مصفى، وهاوريكم بقى المَيّة اللي الليفت هينزّلها. عايزة أقول لكم المَيّة اللي بتنزل من الليفت ديّة بتخلّي هي اللي بتبوّظ الليفت. مجرد إن أنتِ ما تحطّي ملح وتنزّلي كل المَيّة اللي في الليفت هتعمليه وهتخلّليه هيقعد معاكِ فترة طويلة جدًا، جدًا، وعمره ما هيتهرى منِّك وهيبقى بُصّوا طعمه حلو أوي، أوي، أوي. طيب على بقى ما ينزّل المَيّة بتاعته الليفت، هنبتدي بقى إيه، ننضّف الخيار بتاعنا. الخيار اللي معايا دوّة أنا جايبة 2 كيلو. وطبعًا أنا باحب إيه، أخلّي الخيار المقاس دوّة الحجم ده ولو في أصغر كمان باجيبه. طبعًا هو دوّخني على ما نقّيته لإن كان أكبر من كده عند الراجل، فإيه، قعدت أنقّي لحد ما وصلت للحجم اللي أنا عايزاه دوّة. تمام كده حبايبي؟ طيب أهم نقطة في تخليل مخلِّل الخيار إن إحنا ننضّفه من فوق ومن تحت. ما ينفعش أنتِ تحطّي الخيارة كلّها كده وتخلّليها، لأ. فهتخلّلي الخيارة قبل ما طبعًا أنا غسلته هنا غسيل كويس جدًا، وزي ما أنتم شايفين أهو بانضّفه، باقطعه من فوق ومن تحت، وبعد كده هابتدي أخلّل الخيار. تخليل الخيار ده ما فيش أسهل منه، بشوية مَيّة وملح، وأنا هاعمل محلول واحد هو اللي هاخلّل بيه ال الخيار وهاخلّل بيه اللفت، هو محلول واحد بس. تمام كده، والمحلول ده تعتمديه لجميع أنواع المخللات. تمام كده حبايبي. طبعًا أنا هنا هاعمل في البرطمانات الإزاز. طبعًا البرطمانات الإزاز في المخللات هي أفضل في التخليل غير البرطمانات البلاستيك. طبعًا لو عندِك بقى البرطمانات اللي هي بتاعة النسكافيه اللي بتفضى أو برطمان سمنة أو زبدة أنتِ جايباه، ما ترميهوش، خصوصًا البرطمانات الكبيرة بتبقى حلوة أوي، أوي. وزي ما أنتم شايفين ابتديت أرص بقى الخيار طولي أهو زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة. ولو حابة تحطي فلفل مع الخيار ممكن تحطي، بس أنا هاحط خيار بس، مش هازوّد حاجة عن كده. طبعًا لازم أكبسه كويس، ويعني أدخّلهم كده أحشرهم كلّهم مع بعض زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة. طيب أنا عملت في كذا برطمان ليه؟ عشان خاطر البرطمان اللي أطلّعه واستعمله آكل منه، يعني بعد ما يستوي هناكل من المخلل وبعد كده أدخّله التلاجة، ولمّا يخلص أطلّع البرطمان اللي بعده. كده المخلل لمّا تخلّليه في كذا برطمان هيقعد معاكِ فترة طويلة ومش هيبوظ، لإنه مش كل شوية هتفتحي وتقفلي عليه. الفتح والقفل على المخلّلات هو ده اللي بيبوظها، وبيخلّي يعني صلاحيتها بتبقى مدة قصيرة. تمام كده حبايبي؟ يبقى أنا هنا هاخد برطمان، برطمان أستخدمه، مجرد ما أنا أفتحه واستخدمه أحطه في التلاجة لحد ما أخلّصه وابتدي أفتح غيره وأستخدمه وأحطه في التلاجة. فاهمين قصدي حبايبي؟ أظن الموضوع سهل وبسيط جدًا، جدًا. زي ما أنتم شايفين أهو، بُصّوا المخلل عامل إزاي، زي بتاع برّه، زي اللي بتشوفوه في الهايبر برّه أو في فتح الله أو في كارفور، بيبقوا عاملينه بالشكل دوّة والله وبأسعار يعني خيالية. لأ، فإحنا حاجتنا نعملها في البيت بإيدينا أفضل، أنضف ولا فيها مواد حافظة ولا أي حاجة. طبعًا زي ما أنتم عارفين الخيار مالي السوق وسعره يعني يعتبر معقول، مش غالي. تمام كده حبايبي، بدل ما تروحوا تشتروا الحاجة بالغالي من برّه. طيب كده هنا الخيار بتاعي دوّة زي ما أنتم شايفين هياخد معايا حوالي إيه 3 برطمانات أهو زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة. هاركنهم بقى على جنب، وبعدين هنروح بقى للليفت بتاعنا. طبعًا أنا كنت باحاول بقى أحط إيه الخيار القصير من فوق كده عشان أكبس البرطمان. أهو، هنا 3 برطمانات من الخيار هاركنهم على جنب. طبعًا لسه ما حطيتش المحلول. هنبتدي بقى نعمل المحلول بتاعنا اللي هو إيه بقى، على كل لتر مَيّة 4 معالق من الملح ممسوحين. تمام كده؟ هنا أنا معايا لترين من المَيّة، هاحط عليهم 8 معالق من الملح أهو. يبقى كل لتر مَيّة عليه 4 معالق من الملح ممسوحين. تمام كده؟ طيب أنا لو ما عنديش إزازة أعاير باللتر، هاجيب بقى كل كوباية قصادها معلقة من الملح. تمام كده؟ طيب حطيت على اللترين المَيّة أو ال8 كوبايات مَيّة حطيت معلقتين من السكر و3 معالق من الخل بس، وهو ده المحلول اللي إحنا هنخلّل فيه الخيار واللفت. يبقى هنحط على كل لتر 4 معالق ملح ممسوحين. تمام كده حبايبي؟ يعني أنا حطيت على اللترين 8 معالق ملح ممسوحين، وحطيت معلقتين من السكر 3 معالق من الخل. هنبتدي بقى ننزل، طبعا هدوب المحلول كويس جدا في المية، والافضل الافضل ان المية تكون عندك مغلية وباردة. تمام كده حبايبي. طيب هنبتدي بقى ننزل بالمحلول بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. لو حابة تحطي هريسة شطة على الخيار ممكن تحطي، مش حابة هتعمليه بالطريقة ديت. تمام كده.
بس كده خلّصنا الخيار بتاعنا، هنبتدي بقى نغطّي عليه أهو زي ما أنتم شايفين، وهاسيبه 3 أيام وهتاكلي منه، هيبقى تحفة، 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 تمام؟ كده خلّصنا بقى الخيار أهو، هنركنه بقى على جنب ونبتدي نروح بقى لإيه، للليفت بتاعنا. طيب هاوريكم بقى المَيّة اللي هتنزل من الليفت، بُصّوا المَيّة لونها عامل إزاي، لونها مزرق. عارفين ساعات تعملوا بقى المخلل الليفت كده وتلاقوه أزرق منكم من المَيّة ديّة، فعلى قد ما تقدروا وتيجوا تخلّلوه رشّوا عليه ملح هينزّل كل المَيّة اللي مش حلوة في قلب الليفت هتنزل، ونبتدي ناخد الليفت بعد ما نصفّيه ونحطه في البرطمانات زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة. وطبعًا من نفس المحلول اللي إحنا حطيناه على الخيار، هو نفس المحلول اللي هنخلِّل بيه هنحطه على اللفت، بس بإضافة حاجة واحدة بس، طبعًا أنا هنا قطّعت البنجر وحطيته مع اللفت، تمام كده؟ يعني باحط واحدة بنجراية وشوية من اللفت، واحدة بنجراية وشوية من اللفت، تمام كده؟ طيب الإضافة اللي أنا هاضيفها على المحلول اللي أنا هاخلِّل بيه اللفت، هي يعني حتة بنجراية هابتدي إن أنا أبشرها واحطها على المَيّة بتاعة اللفت عشان خاطر تدّي لون، بس. يعني أظن الموضوع سهل وبسيط جدًا، جدًا، أهو بالشكل دوّة. وطبعًا وأنتِ بتحطّي اللفت حاولي إن أنتِ تكبسيه أهو، وطبعًا لمّا يخلص معاكِ بقى تقدري إن أنتِ تجيبي وتخلّيه، هو ما بياخدش وقت، يعني برضه 3 أيام وتاكلي منه. زي ما أنتم شايفين أنا بشرت حتّة من البنجر وحطيتها على المحلول أهو، وهنبتدي ننزل بيه أهو على اللفت بتاعنا. أظن الموضوع سهل وبسيط جدًا، جدًا. حطّوا بقى لايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة. طيب عشان خاطر المخلل ما يبوظش منِّك، أي مخلل أنتِ بتخلّليه ولقيتيه استوى، فورًا تدخّليه على التلاجة، لو سِبتيه أكتر من كده هيبوظ منِّك، أي نوع مخلل، مجرد ما يستوي هتاكلي منه وتقومي حاطة البرطمان في التلاجة، تطلّعيه من التلاجة تاخدي منه وتقومي حاطاه تاني في التلاجة، هيقعد معاكِ فترة طويلة وعمره ما هيبوظ منِّك. زي ما أنتم شايفين أهو مخلل الخيار، بُصّوا عامل إزاي، أهو، وادي مخلل اللفت. يالّا هاتوا اللفت بقى وهاتوا الخيار واعملوا شوية مخلّلات كده، بدل ما تروحوا تشتروها من برّه بأسعار غالية، لأ إحنا نعمل حاجتنا بإيدينا وفي البيت. بكده بقى حبايبي نكون خلّصنا الفيديو بتاع النهارده، يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش بقى بدعواتكم الحلوة، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة. بصوا حبايبي في حاجة كنت عايزة أقول لكم عليها بس معلومة مهمة قوي قوي، لما تيجوا تعملوا المخلل بتاعكم اعملوه بالملح الخشن. الملح الخشن حلو قوي قوي في المخللات، مش بيخلي المخلل يبوظ منك. تمام كده حبايبي، دي حاجة. الحاجة التانية ونقطة مهمة جدًا، جدًا في المخللات، لازم المَيّة اللي أنتِ هتكوني هتخلّلي بيها تكوني غالياها من قبل ما تخلّلي وتسيبيها تبرد خالص، تمام كده؟ هيطلع معاكِ المخلل مضبوط جدًا، جدًا. أشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.